قادر اتخيل كم المشاكل النفسية والعقلية اللي تخلي بني ادم عند مخ يدخل يقول لواحده مثلا هاي ممكن نتعرف. الدخله دي انتهت من قبل ما تامر حسني يطلع له شعر في صدره، يعني دي من ايام الكفار الدخله دي خلصانه اصلا. فكك بقى، فكك من شغل انا علاء من الوراق وانا شادي من المعادي وانا جد للصداقه والتعارف. ايه يا عم الشغل ده والمسج بتاعت اتمنى ان نصبح اصدقاء؟ هو انت داخل تسقط من حصه عربي يعني وتتمنى ليه؟ اديني سبب يخليك تتمنى. ايه السبب؟ ايه السبب اللي يخليك تتمنى صداقه بني ادم هو لسه ما ردش على كلمه هاي اللي انت قايلها اصلا؟ يعني فضحتونا. انا مش فاهم، يعني البلد حصل فيها ثورتين وغيرنا 4 رؤساء وده لسه داخل يقول لها هاي ممكن نتعرف؟ يعني ده على الدنيا السلنكتيه، اقسم بالله هي عمرها ما هتيجي كده، ما ينفعش ومش هينفع، اقسم بالله ما هتيجي. وغلاوه الخطين الحمر دول في قلبي ما هتيجي كده. انا لو واحده جت تقول لي هاي ممكن نتعرف هقول لها سوري ما بكلمش بنات. يعني انت قفلت لها الحوار من الاول اصلا. انت كبيرك بالدخله دي تفتح مثلا منتدى دردشه السعاده مثلا، يا نهار شقط رخيص، وهناك محدش هيستغربك. يعني ايه عادي اما تخش تقول لواحده ممكن اتعرف هتقول لك سنها واسمها والرقم القومي وكل حاجه. خلصت الدخله دي خلاص. عارف ايام الهاي فايف والبادو يعني 2004 2003 دي ما كانتش موجوده. يعني انا اعزني انت لو عرفت ان في حاجه اسمها سكايب ممكن يجي لك البواسير من الساعات. تخيل احنا في 2016 خلاص بتخلص اهي داخلين على 2017، الناس ماشيه ملط في الساحل ملط، وده داخل لسه يقول لها هاي ممكن نتعرف ويبعت لها ورد في الشات وايموشن القرد اللي عامل كده. يعني انت بتفكر ازاي؟ هي دي اقصى درجات الروشنه اللي خيالك جابها؟ يعني هي دي خلاص كده انت فاجر مثلا؟ انا هعالجك من الدخله دي. انا عايزك كده تتخيل معايا موقف هيحصل كمان كام سنه ان انت تبقى اب، ده لو ما طلعش عندك عجز جنسي يعني، وابنك يعني هتيجي تقول له ابوك يا ابني كان في قمه الصياعه والروشنه، الموزس كانت بتترمى تحت رجله كده. تخيل قفش لك شات وانت بتقول لواحده هاي ممكن نتعرف. يعني انت هتبص في عينه بعد كده ازاي؟ يعني هتسامح نفسك على الازمه النفسيه اللي هتسببها له ازاي؟ ده بابا طلع من بتوع ممكن نتعرف. يعني دي كارثه كارثه. كنا بقى ملهته ملهبل ده إيه اللي عليه تراب اصلا عايش في جو يعني 1860 اتروشن بقى شويه ودخل دخله جديده اللي هي بتاعت بقول لك ايه. هتقول لها ايه يا ابن العبيطه يا اهبل؟ هتقول لها ايه؟ افرض ردت وقالت لك ايه؟ هتقول لها هاي ممكن نتعرف؟ جامد قوي الجامد قوي اللي دماغه متكلفه ده اللي هو بتاع بس بس بس. بص يا معلم، يعني الدخله دي ممكن تجيب في حاله واحده لما تبقى انت قط بلدي قذر حقير وداخل على موسم التزاوج بتاعك وشفت قطه ماشيه جنب صندوق زباله معفن فتقول لها بس بس تيجي جوه الصندوق نلعب بهدوء. لهبل لهبل اللي ماشي يشبه على مخالق ربنا كلهم. ايه ده؟ انت شبه واحده نعرفها قوي يا ابني، دي دخلت سعي بريد، دي مش دخلت بني ادم اقسم بالله. يعني حتى الدخله يعني داخل غلط. تفتكر يبقى ممكن يبقى في علاقه؟ يعني حتى لو يعني نشغل دماغنا يا جدعان عشان انتوا كسفتونا انت كبنت لو شايفه ان حياتك كلها غم ونكد وكآبه انا بقول لك لا ما تيأسيش اقسم بالله. انت محتاجه تفتحي الازهر مسج عليا الحرام هتموتي ضحك. ادي نفسك فرصه تتفرجي بقى. عيب بجد نكبر، يعني عيب فضحتونا. مش كل ما هتشوف اكونت فيه صورة بنت حلوه أو والله حتى اللي محطه صور ما بتسلم، يعني مش اول حاجه تتحرك فيك الحنكلولو. عيب. والمقصود بالحنكلولو هنا قلبك يا سافل. ها ماشي تحب على روحك.